لا لا مش معقول، لا. انت الراجل اللي عاوز يعرف يعني ايه جي بي ايه، عاوز يعرف الجي بي ايه بيتحسب ازاي، عاوز يعرف ايه نظام الساعات المعتمده، عاوز يعرف الجي بي ايه مهم ولا لا، انت محظوظ. عشان دلوقتي اعرفك كل ده. بس انا هقول الحدوته من الاول خالص، من ايام القرن ال 19. عشان كده يستحسن تجيب حاجه تشربها. لو دي اول مره تشوفني، انا عبد الله وهيدي، بقدم محتوى تعليمي على يوتيوب. وجبت حاجه اشربها، انت جبت حاجه تشربها، انا مستنيك عموما. A few moments later. جبت. يلا بينا. في أواخر القرن ال 18 وال 19 بدأ عدد الطلاب يزيد جدا في الجامعات، وخصوصا في أمريكا. وهنا كل الجامعات على مستوى العالم كانت محتاجة تحط طريقة عادلة وموحدة عشان تعرف تفرق بين مستويات الطلاب ديت. مع الأخذ في الاعتبار إن وقتها كانت كل جامعة وكل كلية ماشية بنظام لوحدها. يعني ناس بتقيم تصنيفات لفظية جيد وممتاز وجيد جدا، وناس تانية ماشية بنسب مئوية، ومفيش نظام واحد يلم كل الجامعات وكل الكليات اللي موجودة في كل أنحاء العالم تحته. كل التصنيفات القديمة دي ما كانتش كافية انها توضح الفرق بين الطالب والطالب خالص. وتمر الايام والسنين لحد ما يبدأ يظهر نظام اسمه الجي بي اي. ومن هنا ممكن نبدأ قصة جديدة في نظام التقييم على مستوى العالم. الجي بي اي جريد بوينت افريج، النظام اللي يقدر يجمع كل اداء الطالب في كل السنين في كل المواد في رقم واحد بس. تقدر تقول كده ان دي العمله الموحده بتاعت الدرجات، زي ما في مصر العمله الموحده بتاعتك الجنيه. في العالم كله على مستوى كل الجامعات العمله الموحده هو الرقم بتاع الجي بي اي. ومن هنا هبدا افهمك يعني ايه جي بي اي، وهعرفك ليه نظام الجي بي اي مع كل الانظمه القديمه اللي قبله. طيب ببساطه عشان تفهم ايه يعني ايه جي بي اي، فلازم الاول اقول لك ان الجي بي اي اختصار لكلمه جريد بوينت افريج، وهو نظام بتجمع فيه نقط. يعني هو نظام بيعبر عن درجاتك بنقط، وباجي انا اقوم رايح واخد لك الافريج المتوسط بتاع النقط دي، واديك رقم في الاخر من 1 ل4. ده بيعبر عن مستواك. مش فاهم حاجه؟ مش مشكله، تعال اشرح لك بطريقه تانية خالص. دلوقتي انا عندي ماده في الكليه مثلا اسمها كيمياء، الماده دي من 100. تمام، انا جبت في الماده دي 90. 90 دي هي الدرجه الخام اللي انا جبتها في الماده. راحت الكليه قالت لي ال 90 بتاعتك دي بتساوي عندي تقدير اسمه A، جريد اسمها A، امتياز. شفت؟ جريد بوينت افريج. احنا كده بدأنا فعلا نفصص كلمة جريد بوينت افريج. خدوا الجريد ديت وقالوا لك والله بقى هنحولها تاني لبوينت، لنقط. يبقى انا اول حاجه خدت الدرجه حولتها لجريدز، الجريدز حولتها لنقط، وبعد ما احول لنقط هاخد متوسط. طيب بعد ما خدوا الجريد بتاعتي اللي هي اي دي، قالوا لي والله هنا الجريد بتاعتك الاي دي بيساوي كام نقطه؟ بيساوي 4 نقط. واحنا قلنا نظام الجي بي اي النقط بتاعته من 1 ل4. يعني هو نظام تقييم بيقيم مستواك بنقط من 1 ل4. تمام؟ فدلوقتي قالوا لي والله الاي ديت ب4 نقط في الجي بي اي. تمام؟ خدوا ال4 دول وعملوا بقى كل ده في كل المواد اللي بتكون عندك في الترم. حلو الكلام. وراحوا عملوا ايه؟ خدوا للمواد ديت افريج وطلعوا لك رقم، قالوا لك يا باشا الرقم ده هو الجي بي اي، ده بيعبر عن مستواك في الترم. طيب هو الموضوع بس كده يعني؟ لا اكيد مش كده. مش كل المواد زي بعضها. الموضوع ان مش كل المواد زي بعضها. طيب المواد مش زي بعضها ليه بقى؟ علشان الساعات المعتمدة. يعني ايه بقى هنا؟ نبدأ هنا يعني ايه ساعة معتمدة، نبدأ نميكس الجي بي اي بالساعات المعتمدة. نبدأ نفهم هو الساعات المعتمدة بتمثل ايه في تعريف الجي بي اي. يعني ايه المادة الفلانية ب3 ساعات، والمادة الفلانية بساعتين، والمادة الفلانية بساعة. يعني ايه ساعات معتمدة عشان نقدر نتعمق اكتر في فهم الجي بي اي؟ يعني انا دلوقتي كجامعة بقعد، او كجهه اكاديميه عموما بقعد ابص على المواد اللي انت بتاخدها في الكليه. عندك ماده انا شايف ان هي تقيله، ماده الشرح بتاعها بياخد وقت كتير، المذاكره بتاعتها بتاخد وقت ومجهود كتير، السكاشن بتاعتها ليها سكشن، يعني ماده متعبه وليها عملي. تمام؟ كل ده انا ببدا اقيمه. يعني ببدا اشوف والله الماده دي عاوزه منه ساعتين، عاوزه من الدكتور ساعتين شرح، وعاوزه من الطالب برضو ساعتين مذاكره مثلا، وعاوزه في السكشن بتاعها ساعه شغل كاملين متواصل. فانا بقيم المجهود، الوقت، المشروعات والاساينمنتس اللي بتكون موجوده في الماده، بقيمها كوزن كده. تمام؟ وابدا اوزع الساعات ديت على مواد. ماده محتاجه مجهود، محتاجه وقت كشرح وكمذاكره وكشغل ابحاث وكده، الماده دي انا هخليها ب3 ساعات. ماده تانية لا، مثلا ملهاش عملي، ماده نظري بس
وانا شايف انها محتاجه تتشرح بس المحاضره بتاعتها مثلا محتاجه ساعه او ملهاش سيكشن كل ده، فانا هديلها ساعه واحده، وهكذا في ساعتين، وهكذا في طريقه توزيع الساعات. تمام؟ يبقى هي فعلا ساعات، ولكن هي مش ساعات زمنيه بس، هي ساعات زمنيه وساعات وقت مجهود من الطالب وساعات وقت شرح من الدكتور وساعات وقت شغل العملي اذا كان موجود او لا. يبقى كلمه ساعه هنا مش مقتصره على الساعه الزمنيه بس، لا هي اوسع من كده شويه، او مصطلح اعمق من ان هو مجرد ساعه زمنيه. طيب يعني ايه معتمده؟ يعني انا بعد ما حددت ان الماده دي محتاجه مثلا 3 ساعات تتذاكر فيهم وتتشرح فيهم وتشتغل انت كطالب عملي فيهم وكل ده، خلاص انا كده هعتمد ان الماده دي، والله انا كجهه اكاديميه هعتمد ان خلاص الماده الفلانيه محتاجه 3 ساعات شرح ومذاكره وغيره وغيره وغيره. يبقى الماده دي كده بقسم الساعات بتاعتها ايه؟ ساعات معتمده من قبل الجهه الايه؟ الاكاديميه المختصه بقى. تمام؟ يعني ببساطه انا كجهه اكاديميه اقريت واعتمدت ان الماده الفلانيه محتاجه عدد ساعات كذا علشان تتشرح وتتذاكر وتشتغل فيهم عملي واساينمنتس وكده. باجتيازك للماده انت بتكون اجتزت الساعات بتاعت الماده دي خلاص، وانا بحسب لك توتال ساعات موجود في الكليه. يعني انت مثلا في كليه كذا انت عندك 180 ساعه لازم تتخرج وانت مخلصهم. طبعا ساعات هنا يعني مواد، تمام؟ يعني المواد بتاعتك وزنها ساعات كذا، فانت لازم عشان تتخرج تكون قدامي على الورق مخلص الساعات ديت. طيب يا جماعه نرجع بقى نربط الساعات المعتمده بالجي بي اي. بتفرق في ايه الساعات ديت في طريقه حساب الجي بي اي؟ بتفرق وانا باخد الافريج وانا باخد المتوسط. وانا المفروض دلوقتي انا عندي المواد كلها ب100، بس مش عندي غالبا يعني كل المواد بنفس عدد الساعات. يعني انا مثلا بيكون عندي 6 مواد في الترم او 7 او غيره. هل ال6 مواد وزن كل ماده فيهم زي الثانيه؟ هل ماده الكيمياء مثلا اللي ب3 ساعات زي الانجليزي اللي بساعه، زي كذا اللي بساعتين؟ لا. دلوقتي انت عندك ترم، نفترض ان الترم ده انت عندك فيه يا عم مادتين بس، ماده احياء وماده كيمياء، والمادتين دول وزنهم كساعات زي بعض. يعني الكيمياء ب3 ساعات والاحياء برضه ب3 ساعات. علشان احسب الجي بي اي بتاعي احسبه ازاي؟ هنا هحسبه ببساطه جدا. ببساطه انا مثلا جبت امتياز في الكيمياء وامتياز في الاحياء اللي هو تقدير A، تمام؟ اللي هو بيعادل نقط في الجي بي اي 4 و4. فعشان اجيب الجي بي اي بتاعي هاخد المتوسط بتاعهم بكل بساطه. المتوسط ده اللي هو ايه؟ مجموع القيم على عددهم. يعني 4 زائد 4 على عدد المواد اللي عندي اللي هو 2. 8 على 2 فيها 4. يعني انت كده الجي بي اي بتاعك هنا كام؟ 4. طيب انت عندك ترم تاني في مادتين تانيين خالص، مادة فيزياء وانجليزي. الفيزياء دي ب3 ساعات والانجليزي بساعة واحدة بس. هنا في اختلاف في الوزن، يبقى اكيد هيكون في اختلاف وانا بحسب المتوسط. دلوقتي انا جبت في المادة اللي هي الفيزياء دي A، يعني جبت 4 نقط، وجبت في المادة اللي هي الانجليزي B مثلا، يعني جبت 3 نقط. حلو حلو. وانا بحسب الجي بي اي هنا لازم وانا بجمع بقى اضرب كل مادة في عدد الساعات بتاعتها. يعني الفيزياء انا جبت فيها 4 نقط، في عدد الساعات بتاعت الفيزياء 3، زائد الانجليزي بساعة واحدة بس وانا جبت فيه بي، يعني جبت 3 نقط في الجي بي اي، 3 في 1 على مجموع ساعات المادتين. طلع لك الجي بي اي بتاعك. المعادلة هحطها لك هنا بالنسبة لو انت عندك الساعات بتاعت المواد كلها زي بعضها، وهنا هحط لك المعادلة لو انت عندك المواد الساعات بتاعتها مش زي بعضها. ليه نقدر نقول ان نظام الجي بي اي ده محى كل الانظمة القديمة اللي قبله؟ كان زمان في الانظمة القديمة انت ممكن تشيل مادتين او 3 تعيد عليهم سنة كاملة، يعني تنزل دفعة كده تعيد سنة كاملة بس انت قاعد تعيد في ال3 مواد دول. دلوقتي لا، انت بقيت لو انت شلت مادتين او 3 ويا رب ما حدش يشيل خالص، لو انت شلت مادتين او 3 لا، انت بتنزل في فترة الصيف في السمر كورس تسجل المادتين او ال3 دول الساعات بتاعتك دي وتاخدها في السمر كورس وتكمل مع دفعتك عادي جدا وتتخرج مع دفعتك ان شاء الله عادي جدا. تمام؟
فبدل ما كنت زمان ممكن تتاخر عن دفعتك في الانظمه القديمه، انظمه التقديرات، وكان كل واحد كان كل جامعه ليها نظام وكده، لا انت دلوقتي بقيت لا بتنزل السمر كورس وتاخد المواد اللي انت وقعت فيها ديت وتكمل بعد كده. تمام تمام. غير ان كمان النظام دوت زي ما قلت لك هو مبني على الساعات. تمام. انت علشان تتخرج، بالنسبه لي مثلا انا في كليه صيدله، لا ده بجد انا في كليه صيدله، فدلوقتي انا مطلوب مني مثلا 200 ساعه معتمده عشان اتخرج. لما اخلص ال 200 ساعه دول، يعني لما اخلص المواد اللي هم عباره عن 200 ساعه دول، انا الجامعه بالنسبه لها كده انا خريج خلاص. تمام كده يقدروا يقولوا لي اتخرج. طيب هل انا ممكن اخلصهم في فتره اقل مثلا من الوقت بتاع الكليه؟ يعني كليتي 5 سنين بس انا امتياز. هل انا لو خلصت ال 200 ساعه دول في 4 سنين هتخرج بعد ال4 سنين؟ هتخرج بعد ال4 سنين. ولكن طبعا ده الموضوع مش سلس قوي كده. الجي بي اي برضو من احد الحاجات الجميله بتاعته ان هو خلى فيه فليكسبيليتي كده، ان انا مثلا في ماده انا مش عاوز اسجلها، انا مش هسجلها، انا هسيبها. ممكن عادي ما اكونش مسجل زي اصحابي، الترم بتاعي ممكن ما يكونش زي اصحابي خالص. خلي فيه فليكسبيليتي ان انا عندي السمر كورس، لا انا ممكن اخد فيه مواد. يعني انا عاوز اذاكر في السمر كورس، مش عشان انا شايل، لا انا ما شيلتش حاجه، يعني انا نازل اخد ماده من سنه قدام اخلصها. وصلنا للاخر وهقول لك الجي بي اي مهم ولا لا اخيرا. في ناس طبعا مستنيه توصل للحته دي عشان تسمع ان انا هقول لها الجي بي اي مش مهم. الجي بي اي انا شايف ان هو مهم. الجي بي اي ده عباره عن المذاكره يا جماعه. معلش، انت لو انت بتجيب جي بي اي قليل فقولا واحدا انت ما بتذاكرش، او على الاقل بتذاكر غلط، او ما بتعرفش تعمل تايم مانجمنت لحياتك كلها. فنهاية هتوصل ان انت عندك مشكله، يعني حتى لو مش مشكله في المذاكره انت عندك مشكله في حياتك، وده بجد اوحش بكتير من ان انت يكون عندك مشكله بس في المذاكره. فلا يا جماعه، انت محتاج تركز في مذاكرتك، تنظم وقتك كويس جدا، وده اللي الجي بي اي وده اللي المذاكره فعلا بتعمله. انت حياتك الجامعيه ما فيهاش غير المذاكره. الجي بي اي عموما او انك انت تهتم بيه، بشوف ان ده بيعلمك مبدئيا انك تشتغل تحت ضغط، لان الكليه وانك تذاكر ده مش سهل. المذاكره مش لذيذه دايما، مش ممتعه اغلب الوقت، مش حاجه انت مش بتلعب، لا انت بتذاكر وغالبا بيكون عندك الزام. يعني انت مش بتذاكر فور فن، لا انت ملزم، انت عندك امتحان، انت عندك عملي، انت عندك كويز، انت عندك فاينل. فانت مش رفاهيه، المذاكره مش رفاهيه. فده انا بشوف ان هو بيكون اول اصطدام ليك مع فعلا الواقع، ان انت مفيش حاجه بتيجي بالسهوله. يعني انت لازم تذاكر كويس علشان تجيب درجه كويسه. زي ما هتتخرج هتلاقي نفسك ان انت لو مش بتشتغل على نفسك وبتطور نفسك كويس، انت مش هتشتغل شغل كويس، ومش هتلاقي الشغل اللي انت عاوزه، مش هتكون شاطر في الشغل اللي انت بتشتغله. انت لو ما اتعلمتش تشتغل تحت ضغط من وانت في الكليه، اللي هو المذاكره، هنقول ان المذاكره بتحط عليك، هتتعلم ده امتى؟ اوعى تكون فاكر ان ضغط الشغل اقل من ضغط المذاكره خالص خالص. ضغط الشغل مختلف تماما وملزم واجباري اكتر بكتير من ضغط المذاكره. انت ممكن عادي تجيب درجه وحشه دلوقتي، بس بعد كده مش هتعرف تقول انا مش هتعرف تقول انا مش هشتغل وهقعد في البيت. تمام. فانا شايف ان الجي بي اي مهم، بيعلمك تنظم وقتك، تشتغل تحت ضغط. الضغط ده بيأهلك ان لسوق العمل بعد كده، لان سوق العمل مضغوط جدا وتنافسي بشكل انت ممكن لا تتخيله. وطبعا الجي بي اي مهم جدا جدا لو انت هتكمل في الاتجاه الاكاديمي والار ان دي والابحاث والكلام ده كله، لا انت محتاج تركز جدا في الجي بي اي. وبس كده، لو عجبك الفيديو ده انزل اعمل سبسكرايب ولايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لي كومنت حلو كده عشان استمر، واستنى الفيديو الجاي عشان هيكون فيديو اجمد بكتير. سلام.